لو سمحتي بنت ما صارت نصراوية لا تجلس معي. عاد تزينك. طيب وش تبين انت الحين لو سمحتي؟ تزينك وش تبين طيب الحين؟ ابغى اخذ شوكولات فانيليا. لا بس فارس يلا ما في لا ها لا عشان تاخذين تهجين وش ما نعرف حركاتك يعني. والله فارس. لا والله جعلي اموت والله. ها جعلي اموت. خلاص يجي ياكل هنا ويطلع. وربي خلاص يجي ياكل هنا ويطلع. وش تبين انت؟ ترى فارس كل يوم بودي بقالة عشان نصراوي، وكل يوم بدلعه وبجيب له كيكة واجيب له تيشيرتات النصر. ما حد ترى بيجيب لك تيشيرتات الهلال. عبد الرحمن مو بجايب لك شيء. عادي امي قبل شوي والله العظيم تفاوضت معها اني اعطيها مبلغ مالي زين ولا انها من كثر ما انها تحبني انها تصير نصراويه. لا بس اقسم بالله العظيم يمكن امي تصير نصراويه. ها طيب ها والله اذا اعطتني الان المبلغ اللي ابيه ايوه والله لا اصير نصراويه واقول انا نصراويه وافتخر. لا بدك تشهد. ايوه بدك تشهد ايوه انه اذا اعطتني 1000 ريال راح اصير نصراوي لمده حياتي طول حياتي. والله صراحه افكر وارجع لك صراحه. الموضوع تفكر. لا افكر وارجع لك. وش تبين انت خنتيني؟ ايوه زين ووافقتي وبعدين لعبتي علي. ايوه زين قررت اني ما اثق ولا اصير معك مهما كان وضدك بالديربي. ها ايه اروح اجيب قرآن واحلف على اني اصير نصراويه اذا اعطتني فلوس. لا ما بي. ها وش تبين؟ إذا فاز الهلال قلت أنا هلالي وافتخر، وإذا فاز النصر قلت أنا نصراوي وافتخر. لا وش ما هنا ولا هنا؟ لا اسمع بقولك السالفة. أنا قبل زين كنت نصراوي وكان كل اللي بالجلسة هلاليين وكنت مشجع نصراوي فعلا، وكنت حتى أحب حسين عبد الغني. والله العظيم أتكلم معك جد. عموما ما علينا. عموما اسمعي، يوم صرت في ابتدائي جاني أبوي قال خذ هذه 50 وكنت والله يعني بحاجة كنت بحاجتها 50 ريال وانت الحين على 1000 ريال. الزبدة والله وافقت صرت هلالي خلاص. نسيت فهمتي؟ الفلوس نسيتني صراحة يعني عيشتني طولها سنين. وبعدين يا أخي الصدق يعني القلب حن شوي وصرت عاد يعني أقريت الميول حقي حن على النصر. اي